الله يرحم الضحايا اللي ماتوا في الزلزال ديال البارح، والله يشافي المصابين. واخا ما تكونش تاثرتي جسديا ولا ماديا، التجربه ديال البارح غادي تكون خلات فيك تاثير نفسي، لان كتشوف في 23 ثانيه قدرت انها تقلب حياتك. كتشوف الموت قدام عينيك، وكتشوف تقدر تموت في اي لحظه. يعني تجربه البارح ما كانت سهله على حتى شي واحد فينا. والناس مساكن اللي كانوا قرابين لمدينة مراكش وأكادير وكذلك الحوز، مساكن كلاوها، الله يرحمهم كاملين والله يشفي كاع المرضى ديالهم. صراحة التجربة ديال البارح خلات فينا واحد تأثير نفسي اللي هو كبير. واللي كانوا بعاد على البؤرة غادي يكونوا ما قدروش ينعسوا كذلك تا هما. البارح واخا كان فيهم النعاس بقاو مخلوعين، خوفا من انه تقدر طرا شي حاجه وهما ناعسين. البارح خرجت كندير واحد الجوله في المدينه ديالي، مدينه مكناس. كنلقى الناس كل شي راهم مفرشين، هما وليداتهم كل شي مخرجين، وليداتهم صغار، رجال مخرجين عيالاتهم. اللي عنده طوموبيلتو راه مخرجها بعيد على فين كاين البنايات وجامع وليداتو تمايا، يعني كيتسنى شنو عادي يوقع. صراحه تجربه البارح ما كانت سهله على حتى شي واحد فينا. وكذلك حتى اللي ما عندوش طوموبيلتو راه مخرج وليداتو، مخرج الفراش والغطاء. يعني في لحظه كتشوف ان كتقول يا ربي نجا غير بالروح ديالي، ما كتبقى تهمك لا دار لا فلوس لا حتى حاجه. كيولي الهدف ديالك الوحيد هو انك تنجا بالروح ديالك. سبحان العظمه ديالو. ولهذا خصنا دائما نفكروا لهاد اللحظه هذه، دائما نفكروا بان راه واحد النهار غادي يجي وغادي نموتوا فيه. ماشي خص حتى طرا شي حاجه بحال هكا عاد نبقاو نبكي وعاد نبقاو نتخلعوا. خصنا دائما نديروا الموت بين عينينا، لان الواحد يقدر يكون جالس ويموت في اي لحظه. شحال من واحد كيكون جالس وكتجيه سكته قلبيه، شحال من واحد كيكون غادي في طوموبيلتو كتصدق كتقلب به كيموت بحادثه سير. شحال وشحال وشحال. ولكن حنا ما كنتخلعوش حتى كنشوفوا شي حدث اللي كبير بحال هذا، بحال هاد الزلزال ديال البارح اللي خلى فينا واحد الرعب في كاع المغرب. هاد الناس هادو اللي كانوا خارجين واخا هما كانوا بعادين على البؤره، ولكن خايفين لا طرا شي حاجه مره اخرى، وخايفين لي ينعسوا ويجي الزنزال ويضرب ويموتوا هما ناعسين. يعني كان كل شيء كينتظر شنو عادي يوقع. اما اللي كان قريب للبؤره اللي كان فيها الزنزال مرتفع تقدر تولي فيهم PTSD او اضطراب ما بعد الصدمه، يا بسبب انه فقد الدار ديالو او فقد طوموبيلتو او لا قدر الله فقد شي واحد من عائلته. يكون شاف الموت بعينيه. كاين اللي فيهم راه تلقاه شاف الموت بعينيه قدامه ونجا منها. يقدر يكون شي واحد اللي باقي عايش تحت الحطام وكان في الظلام ومخلوع وكذلك منقاطع على العالم، وهذا الحدث عمره غادي ينساه وغادي يبقى ديما يفكر فيه ويحلم به. صراحة كانت واحد الصدمة اللي هي كبيرة وكبيرة لكاع المغاربة، وخلات فينا تأثير نفسي. وكاين كيف ما قلنا اللي خلات فيهم حتى تأثير مادي وكذلك حتى تأثير معنوي. ندعيو مع هاد الناس هادو بالشفاء العاجل، واللي ماتوا ندعيو لهم بالرحمة. وكذلك الواحد راه ربي عطانا انذار باش اننا نتفكروه ونرجعوا لطريقه وما نبقاوش طاغيين بزاف. نستروا ونلبسوا الحجاب ديالنا، وكذلك نصحوا الناس بانهم كل واحد يشد طريق الله. وهاد المنكر هذا اللي ولا هاد يعني هاد الشيء هذا اللي ولا راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه ربي ولا كيعطينا انذارات بقوه الزلازل اللي ولاو كيوقعوا. لهذا الواحد يتفكر الله. ما حد مازال عندنا واحد الفرصه اللي نقدروا اننا نتفكروا فيها الله. راه يقدر البارح كون بغى ربي يكون راه فناها في دقيقه، ما عاديش يعطيك حتى الفرصه باش انك ترجع له او لانك تندم على داك الشيء اللي درتي. لهذا كل واحد يحاول انه يراجع نفسه، وكذلك نتفكروا الله ونرجعوا ليه، لان
راه ما يدوم غير الله. لهذا الواحد ربي عطانا واحد الانذار، فضروري ضروري ما خصنا نردوا بالنا من هنا لقدام. اللي ما كاينوش ينوض يتوضا ويصلي وينعس الشيطان اللي كيهضر في الناس، يحاول انه يبعد من الهضره في الناس قد ما استطاع، لان راه ربي كيقول لك ولو بالخير، ولو انك تهضر في خوك المسلم بالخير، من الاحسن انك تتفادى ما تهضرش فيه. ويعني الواحد يتذكر الاستغفار ديالو، يذكر شنو دار في حياته، يصدق، يزكي اللي عنده وقدر انه يصدق ويزكي ويعاون خوه المسلم. يعني نحاولوا نساعدوا بعضياتنا ونقفوا مع بعضياتنا ونبغيو الخير لبعضياتنا، وبارك من نميمه. واللي ما كيصليش ينوض يصلي، راه هذا انذار، راه ربي عطانا انذار، يقدر مره اخرى ما عاديش يعاود يعطينا انذار. لان اي ارض كيتسر فيها الفساد راه ربي كيجمع كل شيء وكيديه. لهذا راه حنا خدينا العبره من قوم لوط اللي كانوا قبل منا، لهذا رجعوا الله ما حد مازال عندنا فرصه. مع السلامه.